السلام عليكم. فيديو جديد مع يوسف الاهلاوي. حابب اشكر كل واحد مشترك معانا في القناه، واتمنى من ربنا المزيد ان شاء الله عشان صوتنا يوصل لكل واحد محترم. الدوري في الجزيره وهم بتوع بليله، الدوري في الجزيره خلاص وهم بتوع بليله. بس ما قبل ما اتكلم على الدوري هتكلم على بتوع بليله، هتكلم على الاصفر، هتكلم على الجاحد الاصفر. وهسمعكم قال امبارح بعد توقيع امام عاشور لنادي الاهلي جنوا اللي توقيع امام عاشور للنادي الاهلي هبله، عشان الوحيد كان بيقول لك في مصر على جثتي امام عاشور روح الاهلي، عشان اهله كلها زملكاويه عندنا في النادي، عشان كان بيتقال له قول الكلام ده. فلما اتكسف طلع بقى يتكلم ويقول ايه الاصفر. اسمعوا. اديكم مثال بسيط. على فكره مصطفى فتحي النهارده مضى رسميا لبيراميدز وفعل بند الشراء بعد محاولات مستميته من النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما ابتداش بمصطفى فتحي، النادي الاهلي كلم التعاون، تمام؟ ونادي بيراميدز دخل، والقصه والحكايه والروايه والوكلاء. مصطفى فتحي قال لك مش هلعب في النادي الاهلي، انا مستريح في بيراميدز، هفضل في بيراميدز. بيراميدز اداله عرض كويس جدا، النادي الاهلي كان هيديله عرض نفس المقابل او اكتر لو انتقل للنادي الاهلي، لكن مصطفى فتحي رفض لانه زملكاوي. تسمع بقى ورد عليه ونجلجل معاه. الاصفر ده الجاحد ده عرف اللي الجمهور بتاعه مفوت، والله العظيم عرف اللي جمهوره مفوت، المسامير فوتت من دماغه. طالع بيضحك عليهم بايه؟ بحدوته. اطلع يا عم اضحك عليهم، اضحك عليهم بيه يا جماعه. هيوهموكوا يا زملكاويه اللي اللعيبه كلها رافضه تيجي الاهلي عشان زملكاويه. طب يا عم اللعيبه اللي رافضه تيجي الاهلي ديت وزملكاويه مش المفروض تيجي عندنا احنا بقى بتوع الزمالك؟ لا، بيروحوا على بيراميدز، يروحوا على اي نادي تاني. مش لاقي كلام يقولوا ويضحك عليه بيكوا يا زملكاويه، وانتوا تستاهلوا كده. اقسم بالله 3/4 جمهور الزمالك في مصر يستاهل اللي بيحصل فيه، عشان المظلمه اللي هو عايشها والضحك عليه اللي هو عايشها وفرحان. جلجلوا يا زملكاويه واطلعوا افرحوا وقولوا لبعض ما رضاش يروح الاهلي عشان زملكاوي. طب ما يجي لكم يا اخويا بقى، ما يجي لكم يا اخويا بقى مصطفى فتحي ده لو زملكاوي، لكن كلام كذب والله. بيضحك عليكم الغندور ابو حسين، بيضحكوا عليكم في الاداره. والله يا زملكاويه انتوا صعبانين عليا بس تستاهلوا، عشان قلنا لكم 100 مره انتوا بيضحك عليكم ما صدقتوش، ولسه هسمعكم. هيوهموكم اللعيبه كلها مش هتروح عند زملكاويه، وفي الاخر جمهور الزمالك بيفرح وبيهنوا بعض في الشوارع، بيقعدوا على القهوه يهنوا بعض، في الطابونه بيهنوا بعض. الزملكاويه الحق، ده مصطفى فتحي ما رضاش يروح الاهلي، ده فلان ما رضاش يروح الاهلي عشان زملكاوي، والنادي بتاعك مخروب، والنادي بتاعك ما فيش لعيب دولي عايز يجي، واللعيب الدولي اللي عندك على راسهم زيزو عايز يمشي ويسيبكم. افرحوا يا زملكاويه، ربنا على الظالم. وكل يوم من ده وكل يوم بطوله وانتم مضحوك عليكم عشان عرفوا اللي انتم مفوتين. اقسم بالزملكاويه اللي انتوا خلاص المسامير فوتت، بيعاملوكم معامله اطفال. الاداره وخالد الغندور وكريم ابو حسين واي واحد بيقعد على قناه الزمالك يمين الله يا جمهور الزمالك معامله اطفال. اه والله دي معامله اطفال، ما بتعاملش جمهور محترم. لو انت حاطط في دماغك ان الجمهور ده جمهور كبير مش هتعامله كمعامله دي، لكن انت بتعاملهم بالوهم. عيشتهم في كذبه اللي اللعيبه كلهم زملكاويه بس ما بيقعدوش في النادي. يا كلام ده كلام يتصدق؟ يا كلام ده يتصدق؟ بس ربنا على الظالم. وان شاء الله بدون مقاطعه النهايه دي لها يوم، وهسمعكم قال ايه تاني عشان تفرحوا يا زملكاويه. طارق حامد كان فري. طارق حامد عشان يا زملكاوي، طب ارجع الزمالك. اشرف بن شرقي اسمعوا بقى دي. واشرف بن شرقي اتعرض عليه واتحط له فلوس تحت رجليه. تحت رجلك ده انت هرد عليك رد. اشرف بن شرقي المغربي اللي بقاله 3 سنين، اللي هو عمره ما كان زملكاوي من هو منذ الصغر، ده لعيب مغربي كان بيلعب للوداد، يعني ممكن يكون ودادي من هو صغير. بيصنف الناس رفض احتراما لجمهور نادي الزمالك. تمام يا جماعه. الكلام اللي انا هقوله ده بقى لكل زملكاوي، انسوا بقى الدوري وانسوا الكاس
وانسوا افريقيا اللي انتوا مش هتشوفوها، وانسوا اي بطوله. انتوا رايحين في حته مش هتشوفوا الزمالك ده في مراكز تاني خلاص. النادي الاهلي هيحط فلوس تحت رجل اشرف بن شرقي؟ ده لو النادي الاهلي ما عندوش لعيبه بيلعب بالناشئين. يهبل يهبل اللي طالع تضحك على جمهورك، اللي جمهورك مفوت. يهبل يا جاحد يا اللي طالع تقول على جمهورك اللعيبه كلها مش راضيه تروح النادي الاهلي عشان زملكاويه. طب ما تجيبهم من النادي يا محترم. والنادي الاهلي مين اشرف بن شرقي بعد احترامي ليه؟ ده لو النادي الاهلي جايب بنزيما ولا اتخن لعيب في العالم عمر ما ينزل تحت رجله يحط له الفلوس. ده شرف لاي لاعب في العالم يجي الاهلي، شرف لاي لاعب في العالم يلبس الفانلة بتاعت النادي الاهلي. يا جاحد يا اللي بتعامل جمهورك معامله اطفال. اه والله العظيم جمهورك مصدق وجمهورك فرحان، بيقابلوا بعض في القهاوي. افرح ايه يا ابني انت وهو؟ ده مصطفى فتحي مضى البيراميدز حبا في الزمالك. مصطفى فتحي طالع بيقول مضى البيراميدز ما رضاش يروح الاهلي عشان هو زملكاوي. الله يخيبك، الله يخيبك انت وهو. يا نهار ابيض ايه يا جماعه الضحك ده؟ طب ما تجيبوا يا عم واشتغلوا عليه اللي انت مش زملكاوي، ما تدوا له اللي بيراميدز هيدوا له وتجيبوه. مين مش ده اللي احنا مصدقينه؟ ده العقل؟ ولا انتوا بتعاملوا جمهور الزمالك معامله اطفال؟ معامله اطفال بيعاملوكوا يا جمهور الزمالك معامله اطفال بيقولوا والله. هيجنونا. اشرف بن شرقي النادي بتاعه الجزيره الاماراتي دوت سابه ببلاش، سابه ببلاش، والراجل زملكاوي. الراجل بقاله 3 سنين معاكم ومضحي عشانكم، والاهلي حاط له ملايين تحت رجله. حلو، انا همشي معاك واحده، همشي معاك يا اصفر واحده واحده يا جاحد. انتوا عارفين هو مين ماشي. طب ما تحط له انت بقى الفلوس اللي حطها له وخده. مش زملكاوي اشرف بن شرقي؟ انت ما انت بتقول، ده انت اللي بتقول في القناه بتاعتك. ولا بتعاملة اطفال؟ بيعاملكم معامله اطفال يا زملكاوي. هو خلاص هو صمم اللي هو يعاملكم معامله اطفال خلاص بقى. وصدقوا وقابلوا بعض النهارده في اي حته، في فرح، في ميتم، في قهوه، في طابونه، هنوا بعض. اللعيبه كلها زملكاويه بس ما بتجيش عندنا. هنوا بعض يا زملكاويه وافرحوا ومجلجلوا. خالد الغندور بيقول لكم اللعيبه كلها اللي في مصر زملكاويه ومش هتروح الاهلي وافرحوا، بس ما حدش هيجي الزمالك. ليه بقى ما حدش هيجي الزمالك؟ عشان الحقيقه مره، الحقيقه بتوجع. الحقيقه عند جمهور الزمالك قله الادب. كان قله الادب عند جمهور الزمالك هي الحقيقه، قله الادب عند قناه الزمالك هي الحقيقه اللي جمهور الزمالك حطها في دماغه وماشي وراها لغايه ما في داهيه. ده النادي ده راح، ده راح في داهيه، هيودوه في داهيه. ده هيقفلوه هيقفلوه. ما فيش فلوس في النادي، ولا في لعيبه في النادي، ولا في لعيبه عايزه تيجي النادي. يا جماعه ال3 حاجات دول مهمين قوي في نادي الزمالك، يا كل جمهور الزمالك ركز فيهم. ولا في فلوس في النادي، ولا في لعيبه في النادي، ولا في لعيب عايز يجي النادي. ال3 حاجات دول خربتوا النادي، وهمتوا النادي بالوهم. وانتوا بتعاملوا جمهور الزمالك معامله اطفال. وجمهور الزمالك ما يستاهلش، عشان في جمهور الزمالك بشوات. اقسم بالله في ربع بشوات وانا عارفهم. بشوات بكلمه بشوات. يشرفنا اللي احنا نبقى اصدقاء، ويشرفنا اللي هم يبقوا حبايب. واللي مش مصدق هو حر يخبط دماغه في اتخن حيطه. واتمنى من ربنا كل اللي يشوف الفيديو دوت يدي اللايك، واللي مش مشترك ينزل يشترك مع ابو يوسف الاهلاوي عشان صوتنا يوصل بربنا وبيكم. والدوري في الجزيره وهم بتوع جنينه. سلام يا احسن ناس.